يا شباب، عاملين ايه؟ امبارح اتفرجت على فيلم مستر اكس لاحمد فهمي وقلت اطلع بقى اشارككم التجربه بتاعه الفيلم معايا. هو بصراحه مبدئيا كده انا ما كنتش ناوي اخش فيلم مستر اكس امبارح، انا كنت ناوي اخش فيلم تاني، بس لقيت الفيلم التاني ده هيطول وهيبتدي كمان ساعتين، فسالت فلقيت فيلم مستر اكس هو اللي شغال دلوقتي، وانا كده كده اصلا كنت ناوي ادخل الفيلم ده بس ما كنتش ناوي ادخله امبارح. المهم دخلت اتفرجت على الفيلم مستر اكس. هل بقى الفيلم ده حلو ولا وحش؟ هيعجبك ولا لا؟ هنتكلم عن كل حاجه وهقول رايي طبعا في الفيلم. بس قبل اي حاجه يا معلم، لو انت بتتفرج على الفيديو ده ما تنساش بس تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، بس كده يا معلم ما تعملش اي حاجه تاني. تعالى بقى يلا نتكلم عن الفيلم، بس خليني في البدايه كده اتكلم شويه في الايجابيات، الحاجات اللي عجبتني اكتر. اقدر اقول لك ان اكتر حاجه كانت عجباني في الفيلم بصراحه هو فكره السكتشات اللي في الفيلم او المواقف اللي بتحصل كل شويه في الفيلم، والفيلم اصلا كله هو يعتبر مبني على المواقف المختلفه اللي بتحصل، واحنا بنشوف بقى مستر اكس ده بيحلها ازاي. وبما ان الفيلم ده تحسه انه زي ما قلت لك هو مبني على مواقف كل شويه بتحصل، فكرني شويه بمسلسل رايح المدام بتاع احمد فهمي واكرم حسني. فكره ان الحلقه في مسلسل رايح المدام بيحصل فيها موقف معين، والموقف ده بيكمل معانا لاخر الحلقه، وبتيجي الحلقه اللي بعدها بموقف مختلف عن اللي فات، اللي هو مثلا مي عمر بتتحول لشخصيه تانية وبتكمل بالشخصيه دي لحد اخر الحلقه. اللي هو المسلسل كله حلقاته كلها مختلفه عن بعض، بس في الاخر المسلسل ليه فكره واحده بس، وهو ده يعتبر الفيلم. انا زي ما قلت لك ان الفيلم كله عباره عن مواقف مختلفه بتحصل لشخصيات مختلفه عن بعض، بس في الاول وفي الاخر هدف الشخصيات دي وهدف الراجل اللي بيساعدهم اللي هو مستر اكس واحد. مبدئيا كده قصه الفيلم بتتكلم عن مستر اكس، الراجل اللي بيساعد الرجاله اللي بتبقى عايز تتطلق من مراتاتهم بس مش عارفين. هو بقى بيساعدهم بطريقه او بحيله معينه ان هو يخلي مراتات الرجاله دولت هم نفسهم اللي يطلبوا الطلاق من الرجاله، فبالتالي في رجاله كتير قوي طبعا بتروح لاحمد فهمي او بتروح لمستر اكس عشان يحل المشكله بتاعتهم، وكل واحد طبعا بيروح بمشكله مختلفه عن التاني، ولكن طبعا كلهم بيتشابهوا مع بعض في حاجه واحده بس، ان هم عايزين يطلقوا مراتاتهم باي طريقه. معلش طولت شويه وانا بحكي القصه وكده، بس كان لازم اتكلم عن القصه الاول قبل ما ابدا في الايجابيات عامه عشان تفهم الفيلم بيتكلم عن ايه. مبدئيا كده عايز اقول لك على حاجه في الاول، لو انت عامه واحد مالكش قوي في مسرح مصر ومالكش ما بتحبش هو الابطال بتوع مسرح مصر عامه، ونوع الكوميديا دي عامه مش احسن حاجه بالنسبه لك، فاحب اقول لك ان انت هتحب قصقص ومحمد انور في الفيلم ده جدا بصراحه. بس طبعا مش شرط ان انت في كل مشهد هيظهروا فيه انت هتضحك وهتموت ضحك على اللي هم بيعملوه، لا، بس فعلا في اكتريه المشاهد انت هتضحك عليها جدا وهتحبهم فعلا، وبالاخص بالنسبه لي قصقص، وده شايفه بصراحه بسبب كتابه الشخصيات. انا شايف فعلا ان الشخصيات في الفيلم ده او اغلبيه الشخصيات في الفيلم مكتوبه بشكل حلو جدا بصراحه. الفلاش باك بتاع كل شخصيه وهو بيعرفك بقى عقده او مشكله الراجل ده مع الستات كانت بصراحه معموله بشكل ممتاز، وحرفيا ومش هبالغ لو قلت لك ان كان مع كل فلاش باك بيحصل كانت السينما كلها يعتبر بتتقلب، كانت كل السينما بتضحك وبتسقف مع كل فلاش باك فعلا. وزي ما قلت لك ان كتابه الشخصيات كانت كويسه في الفيلم، برضه عايز اتكلم عن كتابه المواقف في الفيلم كانت كويسه جدا برضه، تقريبا كده 85% مثلا من المواقف اللي مكتوبه في الفيلم مكتوبه بشكل كويس جدا ومكتوبه بشكل كرييتيف فعلا، بس للعلم يعني ان هي كان معظمها فيها ايحاءات والفاظ دبل مينينج وكده يعني، ويمكن الكلام ده يضايق ناس او هو ضايق ناس فعلا، خصوصا برضه لو في عائلات دخلت الفيلم ده. بس عامه لو انت ما عندكش اي مشكله مع نوع الكوميديا دي فبقول لك يا معلم خش الفيلم والفيلم هيعجبك جدا. بس برضه للتنويه هو الفيلم يعتبر شويه بلس 18، يعني مثلا في الفاظ في ايحاءات شويه، فلو مثلا حد كان ناوي يخش الفيلم ده مع العيله وكده يعني، فانا حبيت يعني اعرفك قبل ما تخش. نرجع تاني بقى للفيلم. الفيلم فيه مواقف جامده جدا، واكتر موقفين معلقين معايا لحد دلوقتي الموقف اللي حصل مع عمرو يوسف والسويتش اللي حصل له. طبعا مش هتكلم في الموقف كتير عشان ما ابقاش بحرق، بس الفكره بتاعت الموقف ده بصراحه كرييتيف جدا. انا بصراحه توقعت شويه اللي هيحصل بناء عن اللي فات، بس بصراحه الفكره نفسها بتاعت الموقف ده كانت جامده قوي بصراحه. الموقف التاني برضو بتاع رحاب الجمل وهي بتحكي فيه عن عقدتها او مشكله حصلت لها وهي صغيره، يمكن ده اكتر مشهد ضحكني في الفيلم كله عامه، وهي بتحكي الموقف كانت ماشيه في اتجاه مره واحده قلبت في اتجاه تاني خالص، فالموقف ده طبعا اللي شافه هو عارف قد ايه المشهد ده كان جامد قوي يعني. تعالى بقى نتكلم عن الممثلين في الفيلم. انا بصراحه عجبني جدا محمد ثروت بالرغم ان هو كان طالع بصوته بس، وعجبني جدا برضو محمود حافظ بالذات في المشهد التاني اللي هو ظهر فيه. المشاهد برضو اللي كانت بتجمع بين احمد فهمي وهنا الزاهد كانت حلوه جدا وتحسها طالعه تلقائيه كده عامه. ده بالنسبه للايجابيات. تعالى بقى نتكلم شويه في السلبيات. بصراحه اول حاجه ما عجبتنيش وده رايي انا الشخصي، على فكره في ناس كتيره حبت المشهد ده وناس كتيره جدا كمان، المشهد اللي ظهر فيه اكرم حسني وهو طالع فيه مغني اوركسترا. بص هي كفكره حلوه جدا واتنفذت بشكل حلو كمان وكل حاجه، ان انت تشوف مثلا اكرم حسني بيغني في الاوبرا وعامل ستايل شعره غريب كده مثلا، وهو المفروض يغني بطريقه معينه او بستايل معين عامه، ومره واحده تلاقيه يحول 180 درجه ويغني شعبي ويرقص شعبي ومش عارف ايه، فالموضوع كان حلو وكل حاجه. بس برضه في نفس الوقت انت شفت كام مره اكرم حسني بيغني في اعماله اللي قبل كده، تقريبا غنى في كل اعماله بنفس الطريقه كمان، فاللي هو تحس ان الموقف حلو وكل حاجه بس برضه مفيش جديد يعني. انا اكرم حسني لما طلع غنى انا شفت الموقف ده 100 مره قبل كده، فاللي هو انا ما انبهرتش قوي بصراحه. بس زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر ده رايي انا، يعني انا شفت مثلا ناس كتيره جدا عجبها الموقف وضحكت عليه جدا، بس بصراحه يعني انا كنت منتظر ان انا اشوف المشهد بشكل مختلف شويه عن اللي فات. وبرضه فكره ان انت تجيب حلمي بكر وهو بيتفرج على اكرم حسني وهو بيغني شعبي بقى ويبقى مذهول او يغمى عليه والكلام ده كله، انا حاسس ان الكلام ده كله يعني قديم شويه، يعني شفناه قبل كده برضه 100 مره يعني. او اللي هو احنا شفنا الرياكشن بتاع حلمي بكر وهو واقف بيتفرج على ناس بتغني شعبي ده 100 مره قبل كده، فما شفتش برضه ان المشهد ده ضاف جديد بصراحه. فبصراحه كده المشهد بتاع اكرم حسني وحلمي بكر بصراحه حاسه ان هو قديم ومتوقع، وزي ما قلت لكم كده ان هو ما ضافش اي جديد للفيلم
الفيلم خالص بصراحه. تاني حاجه برده ما عجبتنيش شويه، واللي هو حسيته كده ان هو مشهد حشو في الفيلم، او اللي هو مثلا ظاهر لك بيه جرامي في الفيلم، فاللي هو يعني هيسوق للفيلم بشكل كويس بصراحه يعني. وبالنسبه لي انا حسيت ان المشهد ده عادي جدا بصراحه يعني، هو كفكره كويسه وكل حاجه، بس كان ممكن يتعمل ويطلع بشكل احسن من كده شويه. اخر حاجه بقى خالص وهي رساله الفيلم، انا بصراحه حسيت ان هم افوروا شويه في رساله الفيلم عامه، اللي هو انت يعني عملت للفيلم رساله كبيره وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر يا معلم يعني هي فين الرساله في كده برضو؟ انا مش فاهم قوي يعني، ما كانتش مستاهله قوي ان انت تعمل للفيلم رساله والكلام ده كله، لان هي الموضوع بديهي جدا بصراحه. يعني مثلا قصه الفيلم ده زي ما قلت لك كده، ان هو مستر اكس ده بيساعد الرجاله ان هي تتطلق من مراتاتها. طيب طب تخيل معايا كده لو راجل مثلا من اللي بيساعدهم مستر اكس دولت راح قال لمراته مثلا ان انت طالق، خلاص حرفيا الفيلم خلص، ولا هيروح لمستر اكس ولا هيبقى فيه فيلم اساسا. فاللي هو بصراحه انا استغربت شويه يعني ان الفيلم عايزين يطلعوا له رساله باي طريقه، او الافوره شويه بتاعت رساله الفيلم بشكل عام. بس كده بصراحه دي عامه دي الحاجات اللي انا شويه حاسسها سلبيات في الفيلم، بس غير كده بصراحه انا انبسطت جدا بالفيلم ده عامه. انا لحد دلوقتي دخلت 3 افلام في السينما، فيلم مستر اكس وفيلم بيت الروبي وفيلم تاج، وبصراحه وده رايي برده الشخصي، انا اكتر فيلم من الثلاثه كنت خارج منه وانا مبسوط في السينما كان هو فيلم مستر اكس. مع احترامي طبعا لاي حد ما عجبوش الفيلم ده او حاسه اقل من المتوقع شويه، بس انا بصراحه عجبني الفيلم جدا. بس كده عامه ده كان كل رايي عن الفيلم، ولو هدي فيلم مستر اكس تقييم هديله 8 من 10. الفيلم بصراحه كان كويس جدا باستثناء الكام سلبيه اللي انا قلت عليهم، وبرده زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر ممكن دي تكون سلبيه بالنسبه لي، بس بالنسبه لك ايجابيه عادي جدا مفيش اي مشاكل. بس كده طبعا اتمنى ان يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وبرده قول لي رايك لو انت كنت دخلت فيلم مستر اكس، وقول لي رايك اذا كان الفيلم عجبك او لا. وبس كده ان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي، سلام.